السلام عليكم، ورجعنا بفيديو جديد. والنهارده هنتكلم عن فيديو مهم جدا او مقارنه مهمه جدا، لان ناس كتير محتاره ما بينها، وهو مقارنه ما بين الريدمي 10 والنوت 10. طبعا الاثنين بفئه ال 3000 جنيه او بسعر ال 3000 جنيه، بس هتلاقي الريدمي اقل 200 جنيه. فتعال نشوف ايه اللي يميز ده عن التليفون ده. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش الاشتراك، ويلا نبدا الفيديو. لو هنيجي النقطة الأولى وهي الخامات والتصميم، هتبص هنا هتلاقي النوت 10 جاي من البلاستيك أو البوليكربونات زي اللي موجود في الريدمي بالظبط، يعني الاثنين هتلاقيهم جايين من البلاستيك. فالخامات هنا زي بعض، مفيش أي مشكلة أو في أي اختلاف ما بينهم. مع الوزن أتقل هنا في الريدمي نوت 10، بس نقطة عاوز أتكلم فيها وهو الملمس بتاع الريدمي هنا حسيته أمتن شوية من النوت 10، ودي نقطة حبيت أنقلها. والتصميم هنا أنت وذوقك بقى المختلف. هنا هتلاقي شكل الكاميرات اللي ممكن أفضله في الريدمي افضل من النوت، لكن البروز هنا في النوت هتحسه افضل، يعني البروز هنا اقل شويه من الموجود في الريدمي. وبرده سمك الجهاز هنا في النوت 10 هتلاقيه ارفع من الريدمي 10، فهنا النوت 10 هتلاقيه ارفع والكاميرات البروز بتاعها برده اقل، لكن الريدمي هنا هتلاقيه امتن شويه، فدي نقطه تتحسب تعادل في الجهازين. ولو هنتكلم بقى عن نقطة تانية وهي نقطة مميزة جدا، وهي الشاشات في التليفون. يعني لو هنتكلم عن النوت 10 هنا فجايب شاشة بحجم 6.43. طبعا الشاشه هنا فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 409 بكسل لكل انش، والشاشه هنا جايه اموليد، ودي الميزه اللي موجوده هنا على عكس الريدمي 10 اللي جايب شاشه اي بي اس بحجم 6.5 انش فول اتش دي بلس بكثافه بكسلات 405 بكسل لكل انش. لكن المميز هنا ان الشاشه 90 هرتز، ودي النقطه المميزه جدا للريدمي. طبعا كل ملاحظ هنا فرق الاضاءه في التليفونين، ودي المشكله في سلسله الريدمي زي الريدمي 9 والريدمي 10، ودي اتكلمنا عليها قبل كده في الريدمي 9. فالاضاءه هنا هتحسها ضعيفه شويه عن الموجوده في النوت 10. فعندك النوت 10 هنا شاشه اموليد، الوانها ممتازه جدا، اضاءه مثاليه، زوايا رؤيه مفيش بعد كده. اما الريدمي 10 هنا هتلاقي الريفرش ريت بتاعتها 90 هرتز، وهنا هتكون الشاشه اسلس من النوت 10. ولو هنيجي بقى للنقطه بتاعت الاداء وقوه الجهاز، لو اتكلمنا عن النوت 10 هنا فجاي بمعالج من سناب دراجون 678 بتقنيه ال 11 نانومتر مع معالج رسومي ادرينو 612. اما الريدمي 10 هنا جاي بمعالج من ميديا تك هيليو جي 88 بتقنيه ال 12 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 52 ام سي 2. طبعا الاداء هنا هيروح لصالح النوت 10، هيكون اقوى من الريدمي 10. ولو هناخدها بمقياس الانتوتو بنش مارك، هنا هتلاقي النوت 10 اعلى بحوالي 55 او 60 الف نقطه. مش معنى كده الريدمي 10 هتلاقيه وحش، لا، الاثنين كويسين جدا، مش هتقابل اي لاج اي تهنيج. اي نعم قابلت مرتين كده لاج في تصفح في الريدمي، بس ظبط بعد كده. والاثنين طبعا هيشغلوا لك ببجي على الاتش دي عادي جدا، مفيش اي مشكله. اي نعم هنا معالج الريدمي اقل، بس الشاشه 90 هرتز هنا هتساعدك شويه، فالاثنين كويسين جدا. لكن طبعا النقطه دي هتروح لصالح النوت 10 وهيتفوق في الاداء.
وطبعا الجهازين هنا جايين بسماعات ستيريو، ودي حاجه ممتازه جدا في الفئه بتاعته. ولو هنيجي لنقطه الكاميرات، عندك النوت 10 هنا جايب كاميرا اماميه 13 ميجا بكسل، وعندك الريدمي جايب 8 ميجا بكسل، فطبعا النقطه دي هتروح لصالح النوت 10. ولو هنتكلم عن الكاميرات الخلفيه، عندك النوت 10 جايب اربع كاميرات خلفيه. اول كاميرا 48 ميجا بكسل بفتحه 1.8، وكاميرا ثانيه 8 ميجا بكسل للتصوير العريض او التصوير الواسع، وعندك كاميرا ثالثه 2 ميجا بكسل للماكرو، وكاميرا 2 ميجا بكسل للعزل. اما الريدمي 10 هنا جايب اول كاميرا 50 ميجا بكسل بفتحه 1.8، وكاميرا 8 ميجا بكسل للتصوير العريض، و2 ميجا بكسل للعزل، و2 ميجا بكسل للماكرو. فالصور هنا في الجهازين كويسين جدا، بس انا لحد دلوقتي مش عارف احدد مين افضل. شويه تلاقي النوت طلع صور افضل، وساعات بتلاقي الريدمي طلع صور احلى، ففي العموم الاثنين كويسين جدا. وطبعا عندك هنا النوت 10 بيصور فيديو بدقه 4K، اما الريدمي اخره بيصور فول HD. فهنحسب النقطه دي طبعا للنوت 10 علشان الكاميرات الاماميه هتكون افضل وجوده الفيديو. ولو هنيجي لنقطه البطاريه هنا، هتلاقي النوت 10 جايب بطاريه 5000 ملي امبير، نفس اللي موجوده في الريدمي 5000 ملي امبير. لكن هنا النوت هتلاقيه جايب شحن سريع 33 واط، على عكس الريدمي اللي جايب شحن سريع 18 واط. وعندك برده المعالج الموجود في النوت جايب تقنيه ال 11 نانومتر، على عكس الموجود في الريدمي اللي جايب 12 نانومتر. فعندك النوت 10 هنا بيستهلك طاقه اقل وبيشحن اسرع، بس الفرق مش كبير ما بينهم. بس النقطه دي طبعا هتروح للنوت 10. من الاخر كده انت معاك تليفونين ممتازين جدا. لو بصينا للنوت 10 هتزود 200 جنيه، بس ال 200 جنيه ايه اللي هتاخدهم بيه؟ هتاخد شاشه اموليد هنا، هتاخد اداء اقوى، وهتاخد بطاريه بتشحن اسرع. لكن ايه اللي هتتنازل عنه؟ هتتنازل عن الشاشه 90 هرتز. فدي كانت مراجعه بسيطه ما بين النوت 10 والريدمي 10. ما تنساش الاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.